ولكي أؤكد لكم أن الشباب المصري ليس لديه وعي مالي، وهم يغطون عليه ويضغطون عليه لكي يفقد وعيه المالي، بينما كانوا الشباب المصري جالسون في مصر يهتفون لفوز مصر وأستراليا. كان هناك شاب بالخارج يعمل لديه 14 عام يفتتح شركة AI خاصة به. قدرت الشركة بحوالي 18 مليون دولار في يوم واحد، وهو يوم فوز مصر على استراليا. هم يجعلون المصريين يهتفون للكرة، بينما هم لا يتفرجون على الكرة ولا ينتبهون إلى المباريات ولا ينتبهون إلى المسلسلات. أريد من كل شاب مصري لديه 16 عام، لديه 25 عاما، يقوم بوضع 500 جنيه شهريا في صندوق، وهذا الصندوق يشتري به حصة بسيطة جدا، جزءا كسريا من أي سهم لشركة قيادية في مصر. إذا قام 20 مليون شاب بادخار 500 جنيه شهريا، سنجد أن الناتج هو 10 مليارات جنيه شهريا، أي ما يعادل 200 مليون دولار شهريا، أي ما يعادل سنويا 120 مليار جنيه، 2 مليار فاصل 400 مليون دولار سنويا. تتحصل عليها الصندوق المصري أو الشركة المستثمرة المصرية، وتقوم بضخها في الأسواق المصرية، وتقوم بوضع حصة لهذا الشاب الذي دفع 500 جنيه شهريا، وبعد 10 سنوات بالتحصل على 24 مليار دولار في خلال 10 سنوات فقط من ادخار 500 جنيه. إذا قام الشاب بزيادة المبلغ في أي لحظة في أي شهر، إذا قام الشاب المصري بضخ أكثر من 500 جنيه، سنكون قادرين على جمع مبالغ كبيرة جدا. يجب عليكم جميعا الاتحاد يا شباب مصر ويا أغنياء مصر، انتبهوا جيدا، يفقدونكم الوعي. إذا فعلنا هذا الاستثمار البالغ قدره سنويا 2 مليار فاصل 400 مليون دولار سنويا، سنصبح أغنياء جدا فقط ب500 جنيه شهريا. ولك أن تتخيل أن الشاب يمكنه وضع 1000، ولك أن تتخيل أن هناك شباب قوية لديها أن تضع ب5,000 شهريا في هذا الصندوق، لأنه يعلم جيدا أنه بعد 10 سنوات سيكون لديه حصة تدير عليه دخلا شهريا، وستنعم البلاد وسيعم الخير وسننعم جميعا. أريد المبادرة من أي شخص، وسأقوم بالتفاوض مع كل شاب وفتاة بطريقة عصرية وجميلة، وسأقوم بالتفاوض وسأبدأ بنفسي، وإنني بدأت بالفعل. هذه المبادرة تسمى مبادرة شباب 2044. لأقول لكم الآن لماذا خسرنا في المباراة بكل صدق. لقد خسرنا في المباراة لأنهم لديهم شباب لا يتفرجون على المباراة ولا يشاهدون المباريات ولا يهتمون بالفوز ولا الخسارة، يهتمون فقط بجمع الأموال والاقتصاد لكي تنمو دولتهم. نريد من كل الشباب سماع هذا الكلام جيدا. إذا أردت أن تسترجع حق مصر الذي أخذ منها رغما عنها لأن شبابها فقير،
لأنهم ليس لديهم أموال. ماذا ستفعل الدولة؟ الدولة لديها مؤسسات أخرى تهتم بها، مثل الأمن القومي والصحة والتعليم. الدولة مشكورة توفر لك كل شيء، حتى البورصة توفرها إليك الدولة مشكورة، ولكننا دولة فقيرة جدا. أغنى رجل في بلدنا لديه فقط 10 مليارات دولار. أصغر شاب في بلدهم لديه 18 مليون دولار في يوم واحد. هل تتوقعون هذه الأرقام؟ لا تصطدمون بالحقيقة. لقد لعبوا في عقولكم، جعلوكم. لا أريد من أي شاب مصري في سن 16 عام وحتى 25 عاما أن يهتم بالمباريات ولا بالتمثيل ولا بالسوشيال ميديا ولا بالهاتف. فقط يحمل الهاتف للعمل وللاستثمار ويدرس ويتعلم، وعندما يتعلم سيفتتح شركته الخاصة. إذا أصبحنا 107 مليون مواطن، ولدينا أيضا 15 مليون مواطن يعملون بالخارج، إذا أصبحنا كلنا أغنياء سنجلب أشخاصا يعملون لدينا جميعا كما يفعلون هم، ويمكننا جلب آلات لكي تعمل لدينا. ولكن يا أغنياء مصر، الشباب يجب أن يفهم هذا الوعي المالي، يفهم هذه النقطة المهمة. هم لديهم مئات المليارات من الدولارات، ونحن فقط لدينا العشرات المليارات، فيجب أن يأخذوا مننا لقب كأس العالم. هذا أقل شيء. لقد أخذوا منك وعيك، لقد أخذوا منك تفكيرك، لقد سحبوك إلى شاشاتهم، لقد سحبوك إلى الشاشة الخاصة بهم. لقد جعلوا جيلنا لا ينمو لكي ينمو جيلهم. الآن مصر تتطور الآن، وهذه الفرصة الوحيدة للحاق بأي شخص يريد المساس ببلدنا. أبعث إليكم هذه الرسالة يا أغنياء مصر. تقدموا يا أغنياء مصر. أنتم لديكم كل الفرص. لدينا شباب، لدينا 20 مليون شاب على المحك. إذا أصبحنا هكذا لا نملك شيء، سيفوتنا العالم بأجيال. لديهم الجيل السادس، لدينا الجيل الخامس. لديهم الأدوية، لدينا فقط المستشفيات. يكفي أن نقول أنهم لديهم الجيل السادس ونحن لدينا الجيل الخامس. هذا يكفي لكي نفوق، هذا يكفي لكي ننتبه إلى هذه المضلعة التي تمر به البلاد. ولكن احذروا يا أغنياء مصر، لا تخافوا أبدا، لا تقلقوا أبدا. إذا قمتم بعمل هذا المشروع سنتفوق على العالم بإذن الله. هنا أتحدث عن الشاب الذي لديه 16 عاما، أي 16 عام. هنا أتحدث عنه. إذا قدر شاب مصري على توفير أي مبلغ شهريا سيقوم باحتسابه له كعائد، ولكن بعد 10 سنوات يمكننا ذلك. رسالة لأغنياء مصر. الأغنياء بالخارج يقومون بعمل حيلة ذكية جدا على أولادهم وعلى أطفالهم. ما هي هذه الحيلة؟ عندما يصل أبنائهم إلى سن 5 سنوات يقومون هؤلاء الأغنياء بالتخلي عن حياة الرفاهية ويعيشون حياة الفقر، ويزرعون في أطفالهم حياة الفقر، ويزرعون في حياة أطفالهم العيشة المتوسطة المتواضعة، ليكبر الشاب
في بيئة يريد أن يصرف على أهله، فيذهب إلى العمل صباحا ويرجع مساء ويقول لولده: لقد ربحت الآن المال، يا والدي لقد نجحت في عملي، يا والدي أشكرك جيدا، يا والدي سأنجح أكيدا بالتأكيد وسأعمل لك كل ما تريد، يا والدي يا والدي. هؤلاء الأغنياء عندما يبلغ الطفل 21 عاما يصارحه بكل شيء: نحن لدينا شركات، نحن لدينا أموالا طائلة، نحن لدينا ثروة. فعندما يحين موعد استلام يكون الشاب قادرا على تحمل المسؤولية وعلى معرفة كل شيء. يا أغنياء مصر، لديكم أولاد وبنات وشباب وأطفال. يا أغنياء مصر،